نقول لك دوزت شهرين في الوداد لو بلو نيفو اون افريك. شفت دي ديتاي اللي عمري ما غنتعلمهم في اكبر المعاهد ديال كرة القدم. لهذا فالنصيحة لأي مدرب جاتو فرصة باش يشتغل داخل نادي كبير ينافس قاريا ما يترددش، ولو كمساعد ثاني ثالث رابع، ما تيهمش المنصب، ما عندوش أهمية في التجربة. أنا تنقول لك هذاك الشيء اللي خديته في شهرين ما خديتوش في الدورات التدريبيه اللي كانت داخل المغرب وخارج المغرب. مشيت درت دورات في ليغانيس، مشيت درت دورات في ستراسبور، مشيت درت دورات في انديه كثيره، ولكن شهرين في الوداد ما عندهاش ثمن. لو الوداد طلبوا مني انا نخلص ديك الساعه انا نخلص. كنقول لك بطبيعه الحال الوداد ولات مترعه. الوداد كانت حقل ديال التجارب ديال اللاعبين وما زالت، ولات حقل التجارب ديال المدربين اللي تحت ليه الفرصه يجي الوداد يدير ستاج ويتخلص مع راساتو. ما كاينش اشكال. نرد على بعض الاخوان اللي قالوا لي بن هاشم هو رجل المرحله. بن هاشم المشكل اللي عنده في الزمامره، هو كان عنده مشكل مع بلقشور اللي كلشي عارفه، ولكن بلقشور عاقب القالب، لان التواصل ديال بن هاشم مع السماسرة ومع بعض الوداديين ومنهم الرئيس خلى ان السي بلقشور يقول للسيد واش انت معانا ولا مع غانا. هذا هو الخلاف اللي كان، لان طمعوه بعض الناس باش يقدر يعني يكون واحد البنود سكور في الوداد الا كانت شي حاجه ما هياش مع مكونه. يعني راه كاين اللي يقضي الغرض ويمشي ويجي للميريكان مع راساتو بخير وعلى خير، ما كاينش مشكل. حنا كنعرفوا الصداقه اللي عنده مع الرئيس. واخا السي بن هاشم باش نرد على بعض الاخوان اللي كيقولوا لي يا رجل المرحله. السي بن هاشم عطيت الارقام ديالو في البطوله، يعني غير الماتشات الاخرين ما غاديش نعاود نرجع نقول. المهم كما قلت ربح المحمديه بواحد بالزز، تعادل مع السوالم، خسر مع الفتح وخسر مع الرجاء وخسر مع بركان. اوكي، هذا السي بن هاشم مني كان في المحمديه كان يعني احسن، يعني لو طالون ولا احسن اللاعبين اللي كانوا يعني ممكن متاحين واللي جايين طالعين في الطريق كانوا عند بن هاشم في المحمديه. كان المليوي اللي اليوم في بركان، كان بوهره اللي كان فيه شويه الضوء، كان الواصلي عنده، كان المترجي، كان واحد لافا سونتر كانوا جابوه من البرتغال ومن بعد مشاو باعوه الخليج، ما بقيتش عاقل على سميتو. زولا، تاحيف، العسال، مرابط، عادله، واللائحه طويله. هاد السي بن هاشم الداهيه اللي بعض الناس قال لك رجل المرحله. انا كنجاوب الناس اللي قالوا لي رجل المرحله. من بعد محمديه جا فاخر، ولا القصه راه معروفه، ما غاديش نرجعوا ليها. انا بغيت غنعرف هاد الخرجه ديال السي بن هاشم اليوم في راديو مارس. يعني دابا الوداد ولات كدير كما كنقولوا، كما قلتها شحال هادي، الوداد ولات كدير البوز، ولات الوداد تنشط القنوات و حنا ولينا حق التجارب ديال المدربين. يجيو الناس يتعلموا، والناس كيدوا الالقاب ويجوا حنا يتعلموا فينا. ما كاينش اشكال. اذا هاد الصوره هذه اللي السي هشام ايتمنى مع بن هاشم، يعني كان بامكانه ما تكونش يعني، ولكن السي ايتمنى عزيز عليه هادشي ديال البوز وخلق يعني الامور
يعني باش يبقى ديما في سبوت لايت، باش يبقى ديما بين صاحبك ومصاحب معاه ولا مصاحبين وخارج التيران، ما كاينش اشكال، غير حفاظا على الجروب وحفاظا واحتراما لهذاك مكوينه اللي باقي مدرب وما عارفينش حتى حنا اشنا هو المشكل اللي عند مكوينه وعند اللاعبين، واش كيتخلصوا واش ما كيتخلصوش، واش هاد الامور هذه واخا هادشي ما غنبغيش ندخل فيه، ولكن يعني غير احتراما لهذاك الطاقم التقني. سمعنا شي واحد الطاقم واحد من صحاب العقيق جا عاوتاني تا هو مع مساحيل العاج، تا هو زيدوا على الشله. المهم غير احتراما لهذا المدرب، اي حاجه فيها الشبهات نبعدوا عليها. انا قلتها من شحال هذه، ولكن استيأيت منا عزيز عليه هاد الامور هذا، هاد النوعيه ديال هذا راه ما عندهم لا صاحب لا هذا. المهم يعني اللي جا ما كاينش اشكال. واخا بالنسبه الفوز البارح ديال الرجاء يعني كيبين بان المرتبه الثانيه غادي تكون مزيره، واليوم كيبان بان الديربي غادي يكون صعيب كما قلناها شحال هادي. الديربي غادي يكون اصعب، لان باقي عندك ماتش مع الرجاء، ماتش 6 بوين. كتعرف الجرده والمدربين التوانسه يعني كيعرفوا السيستم وكيعرفوا كيفاش يوقفوا الفرقه. مني شفت انا الكالوندري بالنسبه للوداد، الوداد فيه خطر. الوداد الماتش الساهل اللي باقي عنده في هاد 5 الماتشات هو ديال السوالم. فين غيلعبوهم ما عرفت، لان احنا غنلعبوا عندهم وما غيقلبوا لهم عاتينا فين غنلعبوهم، واش محمديه واش هذا بدون جمهور هو الاسهل. اما بالنسبه للجيش، بالنسبه للرجاء، بالنسبه للفتح، يعني الطريق يعني اسهل بكثير. اذا سي مكوينه يعني الامور ما غاديش تكون سهله بالنسبه للوداد. يعني ما فهمتش انا يعني هاد الامور اللي اليوم كلها غتحط على المدرب. الفشل ديال هاد المكتب كنت قلت شحال هادي غادي يحطوه، غادي ينزلوه على مكوينه، غادي ينزلوا ليه على راسو. اذا واحد نقطه اخرى، واحد الخبر اخر بالنسبه للمدرب ديال الفريق النسوي حسوني عزيز اللي هضرت معاه شخصيا، وكانت واحد الاخبار خرجات بانه قدم الاستقاله ديالو ولا اقيل ولا هذا. الهضره غير الهضره الخاويه، ما كاين حتى شي حاجه من هاد الهضره بالنسبه لهذا. ما قدم استقاله، ما هضر معاهم، ما عطاوه ما والو. حاجه وحده، راه السيد راه مقابل خدمته والناس كاع كيشهدوا ليه بالخدمه اللي كيدير. كاينين بعض الناس اللي دايرين بالمحيط ديال الوداد، وحنا ديما كنقولوها، كيجيو يدخلوا يعني عن طريق الفريق النسوي، وكيدخلوا وكيوليو داخلين حتى هما في بن جلون، داخلين هاد الامور. وهاد الامور هذه كلها كنعرفها. خاص تنقيه الاجواء باش الناس يخدموا على غضب. الشهر اللي فات كان الرئيس كان اللي مكلف بالفريق النسوي السي كرام، نوضوا عليه واحد الحمله. مني ما شدات ها هما دوروها الحسوني. هاد الامور هذه باتت يعني بين المحيط ديال الوداد هو اللي فيه مشكل. بالنسبه للمبارك البارح مني هضرت عليه، خرجت بعض الاخبار انه حكا عنده غير سيمانه، عنده غير هذه. الحمد لله انا هضرت على الصوره اللي بانت يعني بالعكاكز، هي اللي هضرت عليها. ملي شي واحد كتكون بالعكاكز على الاقل كيمشي شهرين. يعني هذه معروفه. ولا نتوما ولا انا اطباء، حتى الا ما خرج الطبيب ديال الفريق وخرج ووضح هاد الامور هذه، راه كيبقى انت كتقول وانا كنقول. ما كاينش اشكال. وهذه عندها علاقه، لان ملي كيكون لاعب بريطي يعني ما كيبغيوش يسوقوا للخبار الفريق ديالو بانه راه عنده بليسير طويله وهاد الامور هذه. ما غندخلش في هاد لي ديتاي،
لان ملي كيولي بريتي خصهم يصيفطوه الامارات الفريق ديالو العين ويديروا ليه كونتر فيزيت ودا هذا وهذا وهذا. ما ندخلش هاد الامور هذه نهائيا. حنا نتمناو ان تكون غا اسبوع، يا قلتو غا اسبوع ما بعيده غتهاد لها الماتش الجاي مع طنجة اللي الماتش ما غاديش يكون ساهل. وهذاك بوبو اتونسيون من لي بونبون سوفاج، اتونسيون من لي بونبون سوفاج. انا تمنيت انه يديروا التيست ديال الدوباج قبل من المقابله. وهذاك ميتولي 40 عام وكيجري داك الجري ما بانش ليا عادي. اذا